بصوا بقى الجمال. بص طالع عامل ازاي. صباح الفل عليكم مطعم شويه سمك. النهارده بقى يا جماعه جاي اعلمك ازاي تقلي بالطريقه المظبوطه اللي ما فيهاش ولا غلطه. القلي عشان يطلع معاك زي بتاع المطاعم واحلى في 3 اسرار. اول سر منهم لا يمكن اي صاحب مطعم او اي حد شغال في مطعم يقول لك عليه. انا بقى هقول لك على كل الاسرار. النهارده هنستخدم سمكه بولتي اسواني. ده البولتي بتاعت اسوان بتاعت السد العالي. هنقطعها جزل لانها كبيره، دي مثلا تعمل لها كيلو 100 جرام، فهنقطعها جزل عشان ايه نقليها، وهوريكم ايه هنعملها ازاي. ادي يا جماعه بعد ما قطعناها بصوا طبعا ايه ما شاء الله سمكه واحده بس بترمي كتير. بصوا بقى الجزل شايفين الجمال. يلا بينا هوب. يلا بقى دلوقتي هنقلي مع بعض. اول حاجه هنبتدي بالتتبيله. بصوا بقى يا جماعه التتبيله طبعا توم مفروم وملح وكمون وشطه وكزبره ناشفه. والنبي يا جماعه بلاش البابريكا دي عشان الناس بقت بتحطها في كل حاجه. مش اختراعات ومش كتر تتبيلات يا جماعه. دوق طعم الاكل نفسه، دوق طعم السمك نفسه. اخرك شويه ليمون، وانا بحب لو هعمل بولتي بالذات احط نقطه خل. ادي نقطه الخل. هنقلب اهو كله مع بعض، ندي عصره ليمون كده، نبتدي ايه نجيب التتبيله بتاعتنا كده ايه على السمك. معلش يا جماعه النهارده استحملوني، هقول لكم شويه تفاصيل كتير بس عشان هعلمك قواعد القلي زي ما الكتاب بيقول. دلوقتي ادينا تبلنا السمك. حاجه ثانيه اقولها لكم، حاجه مهمه جدا. تتبيله السمك تحط فيها ملح قوي قوي وتحط فيها التوابل جامده، لان انت ما بتسيبهاش في التتبيله غير 5 دقائق. دي مش لحمه ولا فراخ تقعد ساعه وساعتين وثلاثه، لا 5 دقائق بالكتير قوي. يلا بينا. دلوقتي بقى هنجيب الدقيق وهنمسك كل قطعه نحاول على قد ما نقدر كده ننزل عليها ايه التوم بالتتبيله عشان ما يتحرقش. لما بيتحرق بيعمل طعم مر. دلوقتي بقى جينا لاول سر واللي قلت لكم ان مفيش اي مطعم هيقول لكم عليه. السر ده خطير جدا. بصوا يا جماعه لما تيجي تحطه في الدقيق تحطه كده تغطسه كويس، تروح جاي بقى حاطط كده الدقيق عليه واعمل ايه كبسه. عمليه كبس كده. اهي واحده ثانيه. الكبس ده بقى يا جماعه اهميته نفس اهميه التتبيله. بعد ما تكبسه تسيبه على الاقل 5 دقايق وهتشوف سحر. دلوقتي بقى يا جماعه تاني سر معانا ان لازم ننزل على زيت سخن قوي عشان السمك ما يشربش زيت. طب في ناس كتير مش عارفه ايه تعريف زيت سخن. يعني ناس كتير يقول لك يعني ايه زيت سخن، اعرفه ازاي؟ هقول لك انا تعرفه ازاي بالطريقه العلميه. لو عندك ترمومتر زي ده دلوقتي بقى بيتباع في كل حته، يبقى درجه حراره الزيت عشان نقول انها سخنه تبقى من 160 اقل حاجه، ويستحسن 170 ل 190 اعلى حاجه. برده مش فوق ال 190 لان هيبتدي يدخن وهيحرق لك الاكل. انا اعرف منين بالطريقه البلدي او الطريقه اللي احنا بنعملها في المطاعم؟ طبعا مش هنقعد بقى نقيس بده، من الصوت الطشه. هوريك انا يعني هو دلوقتي لسه الزيت مش سخن. اسمع لما انزل صوت طشه ميه. بص داخل على 160. بصوا بقى صوته هيبتدي لما نحط الميه هيتغير. سامع الطشه ابتدت تبقى اقوى شويه. 170 اهي. اسمع بقى الصوت. شايف؟ بس برضو انا ما بحبش ده، بحب اعلى سنه. هوريك اللي انا بحبها بالظبط. بص بقى كده بقت 190 اللي بقول لك عليها دي بقى الدرجه اللي بحبها. بص بقى الصوت هيبقى عامل ازاي. هتلاقيه ايه بينزل ويخلص في ساعتها. يعني ايه صوت كده قوي. بص هو ده. تالت سر بقى انك لما تيجي تنزل باي حاجه هتقليها تنزل واحده واحده، يعني قطعه. ليه؟ وما يهمكش سيب ما بينهم وقت، عشان لو نزلت بالكميه كلها هتنزل درجه حراره الزيت يبقى ما عملناش حاجه. ولما تيجي تنزل ما تملاش الطاسه على الاخر، سيب مساحه في الطاسه عشان برضو ما يقللش درجه حراره الزيت. ادي بعد انت ما نزلت بكل القطع تمام بتستنى بالظبط 10 15 ثانيه وتروح بقى جاي موطي النار للنص. بص على حاجه تبتدي ايه تخليها النص. استنى بقى لحد ما تاخد لون وشكرا. ادي يا جماعه طلعت وهي سخنه بقى تديها ايه رشه كزبره ناشفه. بقى ننزل بقى بالرز بتاعنا الحلو. افرده كده. المره دي عملته فاتح عشان الكهرويه على طول بيقولوا ايه بتعمله غامق. الرز بتاعنا الحلو يفرش. انا طبعا عملت جزء من السمكه دي مش السمكه كلها. شويه بقى ليمون كده، شويه بقدونس كده ايه اللزوم بس النعنشه. يلا بينا بقى دلوقتي نجرب. تعالوا بصوا بقى الجمال. بص
طالعه عامله ازاي، مش بقى حاجه بقى شاربه زيت. بص بولتي اسواني ده برضو يا جماعه خطير. بص تعالوا بقى ايه نجرب مع بعض. سامعين قرمشه؟ شويه بقى سلطه خضراء بالبصل حطهم كده. تحبوا انتوا الميكسات ده انا عارف. نحط بقى السمك. السمك يا جماعه زي الزبده. عصره ليمون. كنت عايزه بقى شويه طحينه كمان. الله 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 الله. الأكلة دي يا جماعة كفيلة تنسيك همومك كلها. الله تبقى مقرمشة اهي.